بص، انت ممكن تلبس كلبشات بس عشان انت صلحت تليفونك، واللي صلح لك تليفونك هو كمان هيلبس الكلبشات. من شوية نزلت فيديو عن ان لو السي بي يو او المعالج بتاع جهاز تلف، وان ازاي نصلح المشكلة دي، وان احنا لازم نجيب بوردة تانية ناخد من عليها مجموعة ايسيهات وننقلها على البوردة بتاعة العميل. الموضوع ده في خطورة جامدة جدا، انا ما بعملوش، انا بوضح ازاي نصلح العيب ده، لكن انا ما بعملوش عشان انا عارف خطورة الموضوع ومش عايز اروح في كلبوش. بس انا شرحت الفكرة يعني العامة. انا لما بصلح التليفون انا بنقل ايسيهات العميل على بوردة تانية، مش بجيب بوردة انقل ايسيهاتها على بوردة العميل، في فرق. الخطورة هنا فين؟ انك انت دلوقتي عندك السي بي يو بتاعك بايظ، او اي سي السي بي يو بتاع البيس باند اللي مسؤول عن الشبكة بايظ، ودول ما بيتصلحوش. فعلشان تشغل التليفون فانت لازم تجيب بوردة تانية بتاع تليفون تاني، تاخد من عليها مجموعة الاي سيات اللي متجوزة بعض، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يروح يشوفه، وتاخد من عليها مجموعة الاي سيات دي وتحطها على البوردة دي. ايه اللي هيحصل بقى لما نعمل كده؟ البوردة بتاعتك هتحمل سيريال نمبر تاني مش بتاعك. افرض التليفون بقى ده مسروق، افرض الفني اشترى بوردة، انا مش بقول الفني هو اللي سرق التليفون، افرض الفني اشترى بوردة عشان ياخد لك من عليها الايسيهات يحطها لك على بوردتك، والبوردة دي بتاع التليفون مسروق. انت عارف انك انت اللي هتتجاب، لانك انت دلوقتي تليفونك بقى عليه السيريال نمبر بتاع التليفون المسروق. فلما هيبقى في تتبع، التتبع هيجي على تليفونك انت، مع ان انت تليفونك مش مسروق. بس مجرد انك عملت كده، انت بقيت ماشي بتليفون يحمل سيريال نمبر متبلغ عنه. انت عارف برضو انك لو غيرت بوردة والبوردة دي جاية من تليفون مسروق، انت برضو كده هتتحط تحت المساءلة القانونية. فانا حسيت يعني او افتكرت ان انا لازم انبه عن الموضوع ده. انا كنت بشرح الطريقة، انا ما بعملش كده. انا لو بوردة العميل هي اللي بايظة فانا بغير له البوردة. لما بنغير له البوردة وبنشيل ايسيهاته اللي عليها السيريال نمبر بنحطها على البوردة التانية، فبيبقى تليفونه معاه بنفس السيريال نمبر بتاعه. فانا بس حبيت ان انا اوضح الموضوع ده علشان الناس ما يعني ما يحصلش حاجة لحد وابقى انا السبب فيها يعني.